بنبدأ قصتنا بشخص فاق لقى نفسه عايم في وسط المية ومش عارف ولا فاكر ايه اللي جابه هنا. بس لما فاق لوعيه بدأ يحكي ويقول انا لما فقت من الغيبوبة اللي كنت فيها حسيت بمية ساقعة جدا خبطت في وشي كده زي البرق، ومن بعدها بصيت بعيني كده ورا ظهري اتصدمت بانفجار المركب بتاعي اللي مصنوع من الفايبر، وما كنتش مصدق عيني لما لقيت المركب بتاعي بيتقطع زي الورق المبلول. ومش بس كده، الصدمة الكبيرة لما لقيت الموتور بتاع المركب بتاعي بينفجر انفجار شديد جدا، ومن شدة الانفجار ضوء النار نور العتمة اللي كنت فيها بسبب العاصفة الشديدة. وبعد الانفجار بلحظات ما شفتش النور مرة تانية والظلام عم المكان، وساعتها ما كانش قدامي حل غير اني لازم اطلع على الشط قبل موج البحر ما يبلعني. لكن حركتي كانت بطيئة جدا في المية، وخصوصا اني ما كنتش قادر اخد نفسي، وده بسبب رئتي اللي كانت بتحرقني جدا وكأن في جمرة نار في صدري. بس اللي ساعدني شوية هي سترة النجاة واللي كانت محافظة على انها مخلياني على وش المية. لكن جه الموج الشديد وشدني جوه البحر زي كيس الزبالة بالظبط، وما قدرتش اوصل للشط نهائي. وساعتها قلت بيني وبين نفسي اني خلاص بيني وبين الموت لحظات. لكن فجأة ظهرت حاجة غريبة جدا ما شفتهاش في حياتي قبل كده، والحاجة الغريبة اللي ظهرت لي فجأة دي ما اقدرش اوصفها غير انها اكبر كوابيس حياتي. بس لما دققت جامد في الشكل حسيت انها زي ابراج الاتصالات. بس برجع واقول ابراج الاتصالات ايه اللي هيجيبها هنا؟ ولما ركزت اكتر لقيت في انوار غريبة عمالة بتشع من المكان العجيب ده، وانا بقى بكون متأكد ان لو معايا خريطة عمري ما هشوف مكان عجيب زي ده. وفوق كل ده وانا سرحان ومش فاهم ولا مستوعب اللي بيحصل لي، فجأة الموج رماني على حتة حديد معدن كده. هو انا ناقص؟ وبسبب الخبطة اللي اتخبطتها بسبب قوة الموج لقيت ايدي اتجرحت بجرح شديد، ولكن مع ذلك فضلت مستحمل وانا ماسك في حافة الحديد علشان ما اقعش في المية مرة تانية. بس الغريب واللي حسيته ساعتها ان الحديدة دي واللي انا كنت عليها كانت ساقعة جدا، ودي حاجة مش ممكنة انها تحصل في بحر في المنطقة الاستوائية. لكن انا مركزتش مع كل ده لما شفت قدامي سلم حديد شكله كان مصدي حبتين، وبدون تفكير خدت قراري وقلت لازم اطلع على السلم ده علشان اشوف منين بيودي على فين، لعل وعسى افهم بدل الحيرة اللي انا فيها دي. بس وانا طالع على السلم كنت قلقان جدا اني اقع في المية بسبب ان رجلي كانت عمالة تتزحلق، ده غير المطر اللي كان كمان بينتقم مني وكان نازل عليا زي الرصاص بالظبط. والحمد لله اخيرا وصلت لنهاية السلم، واستغربت جدا لما لقيت ان في اخره باب. والمرعب جدا في الموضوع يا جماعة ان الباب ده فتح من غير ما اجي ناحيته، والمرعب اكتر اني سمعت صوت بيقول هو لسه عايش ازاي. ولما ركزت في الصوت اللي كان عمال يتكرر في وداني كل مرة اكتشفت ان الصوت ده صوت واحدة ست، لان النبرة كانت ناعمة جدا. بس مش ده الغريب في الامر، على قد اني ما كنتش فاهم اللغة اللي الصوت بيتكلم بيها وما كنتش قادر احددها ولا اعرف هي بترجع لانهي بلد، وده لاني ما كنتش متعود غير على اللغة الانجليزية. وفجأة ظهرت ست غريبة قربت ناحيتي وانا كنت بحاول اقف على رجلي، وكنت عامل زي العيل الصغير اللي لسه بيتعلم المشي. واستغربت جدا لما لقيتها بتساعدني وبتقومني على رجلي، بس وقتها لاحظت ان ايديها ساقعة جدا بطريقة لا توصف، لدرجة ان برودتها حسيتها في عظمي من جوه. ومش ده الغريب فيها بس، لان جلدها كمان كان غريب والملمس بتاعه اقرب للاحساس بالبلاستيك، وانا ايديا كانت لسه مبلولة وما كنتش قادر اتمالك اعصابي من المنظر اللي انا شايفه قدامي. بس عموما هي عرفتني على نفسها ورحمتني من التفكير والاسئلة الكتير اللي كانت هتطير عقلي حرفيا، وقالت لي انا الدكتورة كيرا وانت دلوقتي في مكان امان وما تقلقش من اي حاجة ابدا. بس انا طبعا ما كنتش مصدقها وحسيت في نفسي انها بتكذب عليا، وطبعا ما كنتش مستريح لها نهائي. وحسيت في نفسي ان انا وقعت في كمين، وده لان عندي خبرة في المواقف اللي بالشكل ده، وخصوصا اني كنت بتدرب زمان على المواقف اللي زي دي، وده اثناء فترة خدمتي في البحرية. وكنت عمال بقول لنفسي انا مش في امان نهائي وانا في المكان ده، غير ان الست دي مش طبيعية. بس رجعت اقول لنفسي انا مفيش في ايدي حاجة اعملها غير ان امشي وراها وافهم ايه الحكاية. ومن ناحية تانية برضو علشان ما اوقعش نفسي في خطر اكبر، ومش بيعدي عليا دقيقه واحده معاها ولقيتها بتاخدني معاها جوه ممرات معدنيه شبه الانفاق. وانا كنت بستكشف المكان ولاحظت الاضواء اللي كانت بتنور وتطفي زي ما يكون المولد المسؤول عن توليد الكهرباء في المكان قرب ان هو يعطل. بس ده ما فرقش معايا لاني كنت مهتم بالريحه اللي كانت موجوده في المكان اللي كنا بنمشي فيه، الريحه اللي كانت صعبه جدا واللي كانت مزيج بين روائح كيميائيه كتيره وقويه لدرجه انها حرقت زوري. وفي الوقت ده كل
وكل خطوة من رجلي كانت بتعمل صوت طقطقة في الأرضية، وصوت الطقطقة ده كان عامل زي ما يكون ضربة رصاصة في كنيسة مهجورة. وقفت اللحظة كده علشان أرتب أفكاري وأعرف هتصرف إزاي، وفضلت أقول لنفسي هو أنا لحد إمتى هفضل ماشي في المكان ده ومش عارف فيه إيه؟ وفضلت أكرر في السؤال ده كتير جدا بيني وبين نفسي، وكنت بحاول أفهم الدنيا من حواليا. ورحت واخد قراري الأخير وخرجت من الصمت اللي أنا فيه وقربت منها وسألتها أنت واخداني على فين يا ولية؟ وإيه المكان اللي أنا فيه ده؟ واستغربت من ردها بصراحة، ولقيتها بترد عليا وبتقول لي إحنا في محطة أبحاث سرية. وطبعا أنا قلت بيني وبين نفسي دي أكيد كدبة جديدة، وإن دي مش محطة أبحاث بحرية ولا حاجة، لأن مفيش محطة أبحاث فيها أبراج سلاح راكبة من كل زاوية في المكان. ده غير كمان إن أنظمة الدفاع اللي موجودة فيها بالليزر اللي بتنور في كل شبر من المكان، وأنا عامل نفسي مش واخد بالي ولا متفاجئ. وفوق كل ده أنا ملاحظ عدد الجنود الكبير اللي بيتمشوا في المكان، ولا كأنهم مستنيين حرب ومفعلين وضع الاستعداد. ومع ذلك ما ركزتش مع كل ده وفضلت مكمل معاها علشان أعرف إيه السر اللي مخبيينه في المكان ده. واحنا ماشيين في طريقنا عدينا من جنب شباك كبير جدا، والفضول كان هيقتلني ان ابص منه، ويا ريتني ما بصيت. وده بقى لاني شفت البحر واكتشفت ان احنا حاليا في اعماق البحر، وان المنشأة دي كلها مبنية في اعماق البحر. وساعتها فهمت ليه المعدن كان ساقع جدا بالشكل ده، وليه كمان انا طول الوقت حاسس بضيق وخنقة. ورحت خارج عن صمتي للمرة التانية وسألتها انا بقالي قد ايه فاقد الوعي، فردت عليا وانا عارف ان ردها هيبقى كدبة جديدة. وفعلا ظني كان في محله، لانها قالت اننا لقيناك عايم جنب حطام المركب بتاعك وعدى عليك معانا بالظبط 3 ساعات. فقلت مستحيل ابقى مصدق كل اللي هي بتقوله ده، لان مركبي لسه غرقان من كام دقيقة مش ساعات زي ما هي بتقول. وطبعا اي حد في مكاني مش هيصدق اللي هي قالته، وهي نفسها كمان عارفة. عموما دخلنا اوضة مخصصة للعلاج، وكنت مبهور من شكلها الحقيقة لانها اشبه بافلام الخيال العلمي. وكانت الاوضة مجهزة بسراير ستانلس بتلمع واجهزة طبية معرفش عنها حاجة، على الرغم من اني خدمت سنين في البحرية. بس ما عداش عليا كل ده غير الشاشات اللي لاحظت انها بتعرض بيانات بلغات برموز غريبة ومش حروف زي اللغة اللي عندنا. وشدتني حاجة تانية، وهي ريحة المكان اللي كانت مزيج بين مطهر أرضيات مركزة ومواد عضوية تقيلة في تركيبها. وطبعا الريحة النفاذة دي ما قدرتش استحملها ومعدتي اتقلبت وكنت هرجع. وفوق كل ده الست الغريبة اللي أنا كنت معاها دي كانت بتبصلي بطريقة غريبة ومركزة فيا جامد، زي ما تكون كده بتحاول تقرأ أفكاري. ومش عارف ليه حاسس نفسي بنجذب ليها. وفجأة راحت قالت لي انت كنت بتعمل ايه في المية وليه في مكان زي ده من الاساس؟ رحت ردد عليها بكل ثقة انا كنت في مهمة بحثية للتنقيب عن بقايا حطام السفينة USS سيكلابس، ودي لعلمك سفينة غرقت من سنين طويلة. وفي وسط ما انا بتكلم معاها لاحظت عليها حاجة غريبة جدا، وهي ان عينيها فجأة اتضيقت وكأني قلت حاجة هي مش عايزة تسمعها. واكيد هي عارفة حاجة عن السيكلابس، وزي ما يكون مش عايزاني اوصل لحاجة معينة في البحث بتاعي. ومن الواضح ان الموضوع كبير. وانا واقف مكاني كلمتني بصوت عميق جدا وكله ثقة في النفس، لدرجة انها جمدت الدم في عروقي. قالت السيكلابس اللي بتدور عليه ما غرقش هنا، انت بتدور في المكان الغلط. رحت ردد عليها بمعلوماتي وقلت لها ان السجلات البحرية بتقول عكس كلامك. فرحت لحقتني في الكلام وقالت لي السجلات البحرية بتكذب. وقامت مقربة مني وشميت منها ريحة معدن ممزوج بمعدن الأوزون اللي شبه ريحة الدم المحروق. وحسيت للحظة ان كل خطوة منها كانت محسوبة جدا وكأنها مبرمجة خبيرة وعبقرية. وقامت قايلة ليا ماركوس تشين مهندس بحري خبير انقاذ خدمات بحرية من 5 سنين. طبعا انا اتجمدت مكاني واستغربت انها عارفة عني كل حاجة، وانا ما خرجش من بقي كلمة واحدة عن نفسي. ومن باب الفضول سألتها بصوت واطي جدا وضربات قلبي زادت انت عرفتي كل المعلومات دي منين؟ فردت عليا وقالت بطاقتك الشخصية كانت ضمن المتعلقات بتاعتك. وطبعا انا متأكد انها لسه مستمرة في الكذب والملاوعة، لاني كنت سايب بطاقتي في المحفظة في جيب البنطلون، والبنطلون ناشف مفيش فيه نقطة مية. وطبعا رحت قايل بسرعة وبصوت عالي انا فين بالظبط. فردت عليا وقالت لي انت في منشأة تيامات للابحاث في المنطقة الدولية. طبعا الاسم لوحده خلاني اتجمد مكاني، لان عندي معلومة ان منشأة تيامات دي منشأة بتاعت خراب ووحوش، والاسم مش وصف للمنشأة خالص.
ده رسالة. فسألتها سؤال جديد وقلت لها انتوا بتعملوا ايه في المنشأة هنا؟ وانا كنت متأكد انها مش هتقول الحقيقة. فردت عليا وقالت احنا هنا بنعمل ابحاث بيولوجية بالاضافة للتطويرات سريعة التكيف مع مختلف البيئات القاسية. طبعا انا متأكد من الكلام ده، وزي ما هو واضح ان ده كلام محفوظ ومتدربة عليه، وطريقتها في الكلام هي اللي كشفتها، لانها زي ما تكون قالت الكلام ده 100 مرة لحد غيري، وان في ناس غيري عاشوا نفس تجربتي. وفجأة اثناء ما احنا واقفين ضربت صفارات الانذار والاضواء كلها ثبتت على اللون الاحمر، وسمعت في وسط الدوشة دي صوت جهاز بيتكلم بلغة قديمة مش مفهومة، والصوت كان شبه شرايط التسجيل القديمة. ورحت سألتها بسرعة وانا جسمي مشدود هو في ايه؟ فردت عليا وقالت لي ده روتين امني ما تقلقش. لكن انا كنت شايف عكس كده خالص، وحسيت انها مخبية حاجة عليا، وخصوصا ان عضلات وشها شدت فجأة، وبؤبؤ عينها بقى عامل زي بؤبؤ عين التعبان بالظبط. فرحت قايل لها بصوت عالي جدا انا متوتر جدا، انا محتاج اتكلم مع حد علشان ابلغه عن اللي حصل ليا. فردت عليا وقالت ان الاتصالات لسه مقطوعه بسبب العاصفه، وانا طبعا ما دخلش في دماغي الكلام اللي هي بتقوله ده، ورحت باصص من الشباك واستغربت لما لقيت البحر هادي وان السما صافيه ومفيش اي عاصفه. وسالتها من جديد انا اقدر امشي من هنا امتى؟ فقالت لي وهي باصه في عينيا كده مش هتمشي من هنا الا لما الجو يتحسن، يعني بالبلدي كده انت مش هتمشي من هنا الا بعد كام يوم، لانها عايزه تعرف مني معلومات معينه عايزه توصل لها. وساعتها حسيت بان انا وقعت في كمين، واني مش ضيف في المنشاه دي، لا انا مسجون هنا ومش هقدر اخرج من المكان ده ابدا. انا مسجون في منشاه تحت الميه، والمفروض ان مفيش مخلوق في الكوكب كله يعرف عنها اي حاجه. وهي طبعا ما سابتنيش في حيرتي وقالت لي ارتاح يا ماركوس، بكره هتستمتع معانا وانا بفرجك على باقي المنشاه. وقامت سايباني وماشيه من غير ما تعرفني انا همشي من هنا امتى. ولاحظت ان اثناء ما هي خارجه الباب اتقفل من بره، وطبعا ابواب المنشاه دي كلها من المعدن. وانا ما فضلتش قاعد مكاني حاطط ايدي على خدي، لا قمت من مكاني وحاولت امسك الاكره وافتحها، بس زي ما كنت متوقع ان الباب فعلا مقفول من بره. ففكرت وقلت ابص من الشباك، ولفيت وشي ناحيه المحيط اللي بيكون واخد حيز كبير جدا من المكان، وحرفيا الميه محوطاني من كل اتجاه. المهم اني لقيت على امتداد عيني كده حاجه عامله زي ما يكون مباني حجريه قديمه متغطيه بالطحالب، وقلت في بالي ان دي اكيد مدينه كامله مدفونه تحت الميه وممتده لحد اخر ما عين تجيب. وشفت كمان كائنات بتتحرك بين المباني دي، والغريب في الامر ان الكائنات دي بتتحرك مستقيمه زي البشر بالظبط، بس خدت بالي ان مفيش اي بني ادم على الكوكب يقدر يتحرك زيهم. وجالي يقين وقتها ان بقيت جزء من التجربه دي، وان انقاذي ما كانش حظ ولا صدفه، انا هنا اكيد لسبب معين، والسبب ده ليه علاقه باللي هم بيصنعوه داخل المؤسسه الملعونه دي. وايقنت ان انا خلاص بقيت جزء من التجربه. وطبعا بعد ما الدنيا وضحت لي فضلت صاحي ما جاليش نوم، وكنت عمال اسمع اصوات غريبه بتجيلي من الحيطان في الاوضه اللي انا قاعد فيها. ولاحظت وانا قاعد كده ان الشبابيك اللي في الاوضه مش شبابيك حقيقيه، والحيطان حواليا كانت مشبره، وده لانها كلها كانت من المعدن. والهواء فجاه بقى ريحته كيماويات وملح البحر. والوقت فضل يمشي بيا لحد الساعه 6 الصبح، واتفتح الباب من غير اي انذار. والمره دي دخلت كيرا وهي لابسه بالطو بتاع المعمل، بس المره دي قدرت اشوف ان البلطو ده ما كانش بلطو عادي، الخامه اللي كان مصنوع منها كانت بتلمع شويه، وزي ما يكون مصنوع من حاجه ملهاش اي علاقه بالقماش. واول كلمه قالتها كيرا من ساعه ما فتحت الباب صباح الخير يا ماركوس، نمت كويس ولا لا؟ فقلت لها انا ما نمتش خالص، وطلبت منها اني لازم اتكلم مع اي حد، وصممت على رايي ده. وطبعا هي ردت وقالت ان الاتصالات مقطوعه، وطلبت منها انها توريني معدات الاتصالات بعيني. فلقيت رد فعل غريب جدا منها، وفضلت تبرق لي زي المره اللي فاتت، وانا كنت مرعوب جدا. وردت عليا المره دي وقالت لي ان منطقه الاتصالات منطقه محظوره. فقلت لها ايه نوع الابحاث اللي معموله هنا وايه التشديدات الجامده دي؟ فردت عليا وقالت لي تعالى معايا وانا اوريك بنفسك. وطبعا سيبنا الاوضه اللي كنت فيها ومشينا في ممرات ملهاش نهايه، ولاحظت ان في مواسير ماشيه بطول السقف زي شرايين معدنيه، ده غير ان الارضيه كانت عماله تتهز بشكل مستمر، وزي ما يكون جواها آلة كبيره جدا شغاله ليل نهار. وبعد شويه مشي كتار كده عدينا على ابواب عليها رموز ما كانتش حروف ولا ارقام، وكان اقرب وصف للرموز دي انها رموز هيروغليفيه بس اقدم من اي حضاره شفتها في المتاحف. وطبعا الفضول كان واكلني وعايز اعرف الرموز دي بتدل على ايه. فردت عليا بكدبه جديده وقالت لي ان دي رموز معمليه ودي خاصه بالنظام الداخلي للمنشاه. وانا من حيث دراستي في التاريخ البحري قلت ان الرموز دي كانت سرموميه وبترجع لحضاره من اقدم الحضارات المعروفه. وطبعا وصلنا في الاخر لشباك كبير بيطل المره دي على المحيط الخارجي، وكيرا وقفت وشاورت على بره وقالت بص كده. فاول حاجه لاحظتها هي عظمه امتداد المحيط اللي حوالينا، بس اللي ركزت فيه جامد اننا ما كناش على السطح، احنا كنا على عمق 30 متر تحت سطح الميه. وشفت السمك وهو بيعوم جنب الشباك،
كأننا جزء من عالم البحار والمحيطات. بس كان في حاجة قلقاني جدا تحت المية، وهي إن في مدينة كاملة بشوارعها وبيوتها وأبراجها. وطلبت من كيرا توضح لي، على الرغم إني كنت وصلت لمرحلة إني ما كنتش عايز أعرف الصح فين. فردت عليا وقالت لي إننا موجودين في منطقة آثار قديمة اكتشفناها من 50 سنة تقريبا. وطبعا سألتها ليه حاجة زي دي ما بتخرجش للنور والعالم كله يكتشفها، وليه مش موجود لها أي مكان على الخريطة. وطبعا هي كعادتها كدبت عليا وقالت لي ده سر قومي، وهي طبعا بتكذب. وتأكدت كل شكوكي. وسألتها من جديد عن الناس اللي عايشة تحت في المدينة، فردت عليا بأن مفيش حد عايش تحت، دي آثار ميتة. لكن وهي بتتكلم معايا شفت حركة كده بين المباني، وكمان في أشكال بتتحرك بين الهياكل، أشكال غريبة بتتحرك باحترافية، ولا أحسنها غواص بشري يقدر يتحرك في العمق ده. طبعا كملنا في الممر لحد ما وصلنا لباب مصنوع من الإزاز المقوى، ومن هنا قدرت كيرا تفتح الباب ده بالكارت اللي معاها. واكتشفت ان الباب ده وراه المعمل الرئيسي للمنشأة، والمعمل ده كان كبير جدا، يمكن اكبر من اي معمل شفته في حياتي. ولاحظت خزانات مصنوعه من الازاز وكانت ماليه المكان من الارض للسقف، وفي كل مكان حرفيا كل واحد من الخزانات دي كان منور بضوء ازرق، ومن جواه حاجه بتنبض كده زي القلب بالظبط. وشدتني حاجه في اول خزان كده، وهي سمكه كبيره في نفس حجم الدولفين، ودي حاجه خلتني ارجع بذكرياتي لورا. واتصدمت لما لقيت السمكه دي ليها ايد بشريه وبتعمل نفس الوظائف اللي بتعملها ايد الانسان بالظبط، لكنها كانت بتتحرك ببطء في السائل الاخضر اللي كان مالي الخزان للاخر. بس مش ده الغريب، والحاجه اللي ابهرتني على قد اللي شفته هي في الخزان التاني، لانه كان فيه حاجه اكبر بكتير، وهي كائن شبه الاخطبوط العملاق لكن بوش بشري. ودي حاجه مرعبه جدا. ولاحظت ان عيونه كانت بتراقبني في كل تحركاتي، وشفت في عينه انه كان عايز ينطق ويتكلم. بس كل ده كوم، والكائن اللي كان في الخزان التالت كوم تاني، كائن ما قدرتش احدد هو ايه بالظبط. هو كان مختلف عن باقي المخلوقات اللي موجوده في المكان، لان كان ليه هيئه بشريه كامله، وجلده كان متغطي بقشور بتلمع بنفس الضوء الازرق بتاع حيطان الخزان اللي هو فيه. فقلت انا محتاج اسال على كل اللي عقلي بيحاول يستوعبه ده في وقت واحد. بس المشكله ان لما سالت ردت عليا كيرا وقالت ان دي كلها عينات بحريه بنعمل عليها تجارب، وبندرس تكيفهم البحري وتطورهم السريع. وقالت ان دول مش سمك عادي ولا حيوانات، وقالت ان ده عمليه تطور متسارع ومشروع تهجين بسيستم كامل، وبيتم التحكم فيه بكل حرفية ودقة. والأبحاث دي هتبقى عبارة عن مستقبل تكيف الإنسان. وطبعا أنا مهتمتش بكل ده، وقربت من الخزان التالت، وفجأة لقيت الكائن بيفتح عينيه، وتعجبت من شكل عينيه الزرقاء اللي ما تختلفش في أي حاجة عن العيون البشرية. والكائن أول لما حس بيا بصلي بكل ذكاء وخلاني اتجمد في مكاني، وفي عينيه شفت حاجة بتتكسر جوه قلبي وروحي، ودب الرعب جوايا. وفضلت أقول في نفسي ده أكيد كان بني آدم زيي في يوم من الأيام. وقلت لكيرا إنها توضح لي إيه أصل الكائن ده، فردت عليا وقالت لي إن ده كان مريض متطوع، وهو حاليا في المرحلة الأخيرة من التجربة. وقالت إنهم عرضوا عليه فرصة تانية. فسألتها فرصة تانية في إيه؟ فقالت لي فرصة تانية علشان يبقى كائن أفضل وأرقى يقدر يعيش في العالم الجديد اللي جاي. وطبعا كلامها ليا ضربني زي الانهيار الجليدي، وفي خيالي بقول إنها ما كانتش بتتكلم عن علاج أمراض، وما كانتش بتتكلم عن إنقاذ حياة، هي أكيد كانت بتتكلم عن استبدال البشرية. فسألتها سؤال واضح: انتوا جربتوا التجربة دي على كام متطوع قبل كده؟ وطبعا هي مرضتش تعرفني، وده بخصوص سرية البرنامج اللي شغالين عليه. فسبتها ومشيت ناحية خزان تاني، ولاحظت انه فاضي، بس الغريب انه كان فيه علامات على الجدار بتاعه، والعلامات دي زي نظام خدوش عميقة، وزي ما يكون في حد كان بيحاول يحرر نفسه بس اكيد فشل. وطبعا سألت كيرا على العينة اللي كانت في الخزان ده وهي راحت فين، فردت عليا، واتصدمت لما عرفت ان العينة اتنقلت من الخزان بعد ما اكتمل تحولها بشكل كامل. وسألتها العينة دي فين دلوقتي، فقالت لي انها اتنقلت على المرحلة التانية من البرنامج. وطبعا نبرة صوتها اللي كانت بتتكلم بيها ما كانتش عجباني، وقلت لها انا عايز امشي من المكان ده حالا. وطبعا رفضت كيرا وقالت لي مستحيل تمشي من هنا، وده لان عرفت كتير عن برنامجهم السري.